صباح الخير. الفيديو ده للستات، كل الستات، صغيرة، كبيرة، عجوزة. مفيش ست عجوزة. مفيش ست عجوزة. طفلة، سمعي لبنتك. في طفرة كده حاصلة اليومين دولت. آه، الستات بالظبط يعني كده، سواء كان في نفسها أو في ولادها. مش هنكر إن وسوسة الشيطان بتكون قوية، والست قد صبرها وتحملها، وقد ما هي كتير قوي بتقدر تعدي مواقف كتير، بس بيجي عليها وقت الشيطان بيعرف يتملك منها، وبيعرف يتحكم في قراراتها كويس قوي، ويعرف يخليها ممكن تعمل عكس اللي هي عاوزاه، حتى لو ما كانتش دي تفكيرها ولا دينها ولا تربيتها ولا أخلاقها ولا الثقافة اللي اتربت عليها أو البيئة اللي هي عاشتها. بيعرف يتملك منها. بس أنا عايزة أسأل سؤال. هو مع احترامي لكل الرجالة، ومع احترامي برضو للعادات والتقاليد والعرف، إن المفروض الراجل هو السند وهو القوة وهو كل حاجة، ومع احترامي للرجالة اللي بتسيب ستاتها تتمرمط وهم بيحطوا ايديهم في المية الباردة لمجرد ان هو عايز يربيها او يعاقبها، وبيعاقب عياله معاها، مع انه في نفس الوقت ممكن يكون بيروح بيدي صدقة كبيرة لناس تانية ويبخل بيها على أهل بيته، مع إن الأقربون أولى بالمعروف، أو اللي كانوا أقربون أولى بالمعروف. لو أنا هاتعامل حتى لوجه الله، مش هاتعامل عشان الست اللي في حياتي دي كانت تستاهل، أو مش هاتعامل، أو هاتعامل يعني على إن الست دي في يوم من الأيام كلت من إيديها لقمة حتى، جابت لي ولاد، مش هاقول حاجة أكتر من كده. ليه أنا أدعّم فكرة إن ولادي هيكونوا وحشين زي أمهم وهيكرهوني؟ ليه أدعّم الفكرة دي عندهم؟ مع إن ممكن ولادي بأسلوبي الكويس وبمحبتي يبقوا بيحبوني أكتر من مامتهم. كمان الستات اللي بتستغل حتّة الولاد، إن هو تعاقب جوزها إن هو لأ مش هيشوفهم، لأ مش لأ بابا وِحِش، بابا ما عملش، بابا ما سوّاش، مع إنِّك في يوم من الأيام هتكوني محتاجة على الأقل إن بابا ده لازم يكون موجود ناصح أمين، يكون موجود كترهيب أحيانًا، يكون موجود سَنَد، يكون موجود لأسباب كتير. عشان كده المفروض قد ما فينا في العلاقات